بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زخبركم كمون زخبركم أحواتكم ونحات أب كل قرنا علم تركبوا. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ندابلكم إن شاء الله تمرتنا ناي كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نمهار له ويكأن ريالو درس إن شاء الله نجمر لنا إن شاء الله في أركان الصلاة إلنا حلفة مرتنا كابزرعنا يوم إن شاء الله في أركان صلاتنا تطعلنا ذلنا نمزخ خارز أكل أركان صلاة قدامة يكن قبروز قبعنا نزخ السب القيام اللي نيرنا نزخ التطويل سجد وكذلك سنة يكون فرض طرح القيام ركن من أركان الصلاة لنا دحرئوا تكبيرة الإحرام لنا دحرئوا قراءة سورة الفاتحة دحرئوا ركوع لنا حجي عبتي دحر الركوع من الله سلو تمرت إن شاء الله بس إحنا نيرنا ألا وهو ثم ارفع حتى تطمئن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم. حجي أبركوع كبركوع مستملسنا ناب قيام دلو سمع الله لمن حمدا نبللو تطو نبللو أبتي قيام نقبرلو كبركوع نملسلو إذا حدا ركن من أركان الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لهم ثم ارفع حتى تطمئن قائما فأمر بالرفع إلى قيام مع اطمئنان كل جزء اطمئنان كنرينا كله جن انتهي ركني قس كنبل لنا كنسجد كلنا كنهو خيبنان أقل شيء انتهي كنقبر لنا زك نبل لنا اطمئنان كلونا له سلازي أبت قيام انتي خول اللوسب حتى تطمئن تقتبل تملس كان دغنا نسجد طوالي أي تملس حتى سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد انت داخلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره. انت بلك سنة في التوي إن شاء الله ولكن إذ قيام زي كبركوع ملس كلنا قيام كنقبر إذا حد خفتي ركن من أركان الصلاة. الركن السادس شرشاي ركن من أركان الصلاة ألا وهو السجود. سجود على أعضاء، فالسجود أيضا ركن لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى القرآن يا أيها الذين آمنوا اركعوا ركعوا قبروا إلى الله سبحانه وتعالى دحريو خير واسجدوا سجود وردوا سجود قبروا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سلازة السجود حدا خفت الركن من أركان الصلاة. الله سبحانه وتعالى سجود قبروا إلو أمير النايو خنقبرو عبد الصلاتنا انتاي خننا الركن من أركان الصلاة. ركن زنتايو خمالسنا بتي دحرلنا ناي قدن كقبر زلو بمرسع وي بزي مفلات انت دقا رسعنا وي كيف ربنا انت دقا سجود كي قبرنا حليفنا بحنت صلاة لازم ركعة ملؤ ويكا بملؤ خن ملسو ويكا تعز ملستنا تملسنا تسجود بوتا عند حليفو ملؤ ركعة كنا يقبعنا نمنتين دا حليفات الناس بسجود السهو زتسقنا يكونن مالتي الركن بسجود السهو زتسقنا يكونن وإلا انتايو تعز قدف كايا ويكا عزر الساعة كايا انت هتقبر لك تملسكا ختم تساق تخيل لك نعم سلازي تي الركن اي قدن كتم تخيل لك اي عزرني ويكا اي تسقنني بسجود السهو مالتي بمقصالتي سجود أعداء لهم النبي عليه الصلاة والسلام بشوعات أكلتنا نمريت سجود ويكا سجدة خنقبر لنا لهم
ولكن لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على أعضاء السبعة، وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف الأقدمين، فلا بد من السجود على هذه الأعضاء السبع. وقد سبق الدليل هذا، وهو حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ስለዚህ ስጁድ ክንገብር ከለና እዚ 7 ኣካላትና ሙሉ ብሙሉ ምስ መሬት ሙባሸራ ክገብር ኣለዎ፣ ወይ ከዓ ክትንክፍ ኣለካ፣ ጽቡቅ ጌርካ ኣብ መሬት ክዓልቡ ኣለዎም። እዚኦም 7 ኣካላትና ግንባርና ምስ ኢንክሉድድ ምስ ኣፍንጫና፣ ኣፍንጫ ምስ ግንባር ኣብ መሬት ክትንክፍ ኣለዎ ጽቡቅ ጌሩ። ዳሕራይ 2 እዳውና፣ ዳሓር 2 نعم ركبتين، يعني ركبتين، أنا تقرني أخذ الجزئيات الساعة نعم نعم فلوت طبعا 2 ركبتين منكم نعم بركي مالتي 2 أبرخنا و2 أجارنا، 2 أجار تي أصابعتنا أجار طبعا انتي كونا لو تغيلهم تغتيرهم تي ناب قبلا خطمتو لهم. ስለዚህ እዚኦም 7 እዚኦም ክደግሞሜ ግንባር ምስ ኣፍንጫ 1 ማለት እዩ። 2 እዳውና 3 ኮይኖም ኣለው፣ 2 ብርክና نعم 5 ዳሕራይ 2 እጋርና 7 እዚኦም ብምሉኦም ኣብ መሬት ሙሉ ብምሉ ከዓልቡን سجود ክንገብር ከለና ሓደ ካብ መሬት ክልዕል የብሉን። ብዘይ ምክንያት ሓደ እንድሕር ኣቢሉ እቲ ስጁድናትካ ቫሊድ ኣይከውንን እዩ፣ እቲ ስጁድ ይበጥለልካ። ናይ ግድን ካልኣይ ስጁድ ክትገብር ኣለካ ብዘይ ምክንያት። ወይ ገለ መፂካ ሕኻኽ መፂካ ወይ ገለ ቀልጢፍካ ክትመልሶ ናብቲ ቦታ ዝግብኦ ኢድካ መሬት ክትንክፍ ኣለዎ። ግንባርካ ምስ ኣፍንጫኻ፣ 2 ብርክኻ و2 እግርኻ ኣጻብዕትና እግርና ኩሉ ግዜ ነዘክረን ገቲርና ወትንታይ ክንገብር ኣለዎ ናብ ቂብላ ክጥምት ኣለዎ ኢንሻአላህ። ድሕሪኡ ዝመጻና እንታይ እዩ? والاعتدال عنه والجلوس بين سجدتين، سجدة مزገበርና እንደገና ኣብ ሞንጎ ሰጅደተይን ዘሎ ኮፍ ክንብል ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ እንታይ ክንገብር? ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي حنسا مبال كنرئينا واجبي، ولكن التخف مبال بعلو هذا ركن من أركان الصلاة. إن قول الاعتدال يعني والجلوس بين سجدتين، لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود. نعم سجود مستملسنا أمونغ خلت سجدة زلوا قف كنبل انتايو الزخاء ركن من أركان الصلاة. إن الاعتدال ركن بنفسه والجلوس ركن بنفسه، لأنه قد يعتدل لسماع صوت نعم نيا نقبر لنا طبعا تي خفت بلولو تي أبسلات بارت 5 لها ذكر نختقبرلو مونغو كلت سجدتين زلو رب اغفر لي زبل ذكر ختقبر ازي انتاي ركن من أركان الصلاة. نعم والاطمئنان في كل تحارز مصعنا انتايو اطمئنانيو ازي مالت انتايو تي صلاة كل غيزي اطمئنان مالت تي خشوعي تي زق مبال عدم التسرع تخوب ناي مبال ويكا كم زين ريو قلطفل كاناي مزغاد لا اطمئنان كنقبر لنا تي صلاة ناسي روح كله ويكا تي لأجلها تي الروح ناتا ويكا تي قندي معنى الاستقرار. ولهذا قالوا
إن الاطمئنان في السكون وإن قيل ودليل ركن اطمئنان في هذه الأركان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل كان يقول له في كل ركن حتى تطمئن فلا بد من استقرار واطمئنان. نعم أب كل ركن اطمئنان كنقبر لنا مالتي زق نبل لنا زق نبل قلت تقدرنا تنتدع تزاربنا سقع كندي موزق كبل سقع قيام الليل تسجدون فرد تسجدون انت تبلولو ويكا جيزه تهبون النبينيو سلا اقل شيء انتايو تاقل شيء انتاي لهم علماء تي واجب تقبرلو ذكر انت دعا سقيلكا ويكا افتي ابوتات انت دعيلكا زي ابو انتايو يأخللكا ويها يخون الكاي بلو example مثلا اب ركوع انت اخينا اقل شيء انت كنقبر لنا سبحان ربي العظيم تبل قال سقاب نوص انت دعا اب ركوع توطينا زي اطمئنان حاصل يبحال ويكا غيرنا خنبل نخيلنا. اما اقل شيء كاب سبحان ربي العظيم كيبل كمان سبحان تودع يدخل له جيزن انت اب ركوع غيركا ازنتايو اطمئنان يقبر كان صلاتك خبالاش وكاي خيليو مالتي. سلازي اقل شيء ناي اطمئنان ناتو قدر ناتو تايم انتايو انت ناي واجب الذكر كقبركا زخيل مثلا اب ركوع انت دعلها اقل شيء انتاي سبحان ربي العظيم تبل قال سقاب تقبر زي اطمئنان ناتكا حصل ويكا سميع الله لمن حمده اب قيام كاب ركوعنا قيام كنملس كلنا وكذلك اب سجود كنكيد كلنا سبحان ربي الاعلى حنت مبال اتيا حنت واجب انده اتيا جزا خاني السام مستقبر اتي اطمئنان انتهي تحققوا خبها اللي بالعلماء. نعم قال بعد أهل العلم السكون وإن قل حتى وإن لم نعم نعم ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الاعتدال منه بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد وفي السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى في الجلوس بقدر ما يقول ربي اغفر لي وهكذا. نعم أفتي أب مونغو بين السجدتين دلو ربي اغفر لي سقاب نبل أب ركوع خاني سبحان ربي العظيم سقع نبل كذلك أب سجود سبحان ربي الأعلى تين حنت سقاب تبل إذا انت يخون لنا اتي تايم ويكاتي جيزي اطمئنان غيرو كبها لك يبلو أهل العلم. نعم نعم تطمئنان يبلو شيخ ابن عثيمين رحمه الله كيف يمكن أن يقال هذا الرجل وقف بين يدي الله عز وجل يناجيه ثم يسرع هذه السرعة العظيمة انتايو سبحان الله كما غيركا يقون دليت اندهلوكا كندي طلبات اندهلونا كندي شجر اندهلونا كندي ندليو ابي هوتنا خير لنا اندادلناسي اب صلاه اتيخا طمئنان زيبلو غيا منبال ازي خمي غيرو صلاتنا يعني خمي غيرو تقبلنا كهلو يخيل روح كهلو يخيل سلازي زق مبال زقيلكا تبلو اقل شيء تبلو تفلت تخيل لك تبلو تفلت تخيل لك. هل نحن متعبدون بأن تأتي بحركات مجردة؟ والله لو كانت الصلاة مجرد حركات وأقوال لخرجنا منها بدون فائدة تذكر. زي صلاة الزيسي طرح تي حركات طرح يكونن يعني ركوع قبر تملس كاب ركوع لقنا نسجود لا يعني خرجنا منها بمجرد إبراء الذمة فقط. أما تعطي القلب حياة زي سؤالك يعني أقاب ركوعنا بقيامنا كبقيامنا بسجود راح تعزيزنا نيرنا نتزخون منهم لو تعيك هلوناني مجمريا قطعت تقول خانا بصلاة كان كتوصن كلا خان حدث انت دا يعني تحركات راح غيرو there is no difference أبقدمي صلاة زنبرن دحر صلاة زنبرن هيوت بزح كل وقت أيكلني ويك أبلبو زبط أولو طيبولون جن انت دا أسيلك زغيلك أبقدمها الله سبحانه وتعالى خمزولو كيركا
نعم تتقرأ الناس توعبك الحمد لله رب العالمين لك انتاي معانو وانت تعلمك أبركوع تقبرك اللخا تعظيم الله سبحانه وتعالى مقبارك اتركوع زي قبؤو رب سبحانه وتعالى ترح زقبؤو ازي ندابلك سجود مسقربك تقربنا برب سبحانه وتعالى نخونه اللبوتا فريدك ربي اغفر لي اختب لهم منقو سجدتين كندي ذنب زلني ابزوان زي دعاء تقبر له الضحيات وتأثر إذ قلوا ريها لخات اللبخان انت حاضر كينو تتبلو دا انت فلت تخونك والله كتواتس انك لخا خاب صلاة نور كان كاتواتس زي صلاة زي روح اللوا اتناتك انتاي تقبر لك اتي ايمانيات ناتك ترتفع وتناتك ايمان ناتك لعلو يخبصح الله سبحانه وتعالى انتاي روح زولوا صلاة تخون الكامالتي. أما أن تعطي القلب حياة ونورا فهذا لا يمكن أن يحصل بصلاة ليس فيها اطمئنان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نور القلب، يعني يقول في حديث الطهور شطر الإيمان والصلاة النور. وجه والقبر نور على اسمها، هي نعم هي كلها نور. فهل نحن إذا انصرفنا من صلاتنا نجد نورا في قلوبنا؟ نعم تدعى باطمئنان غيرنا خمس يعني أقل شيء تنبلو فريتنا طبو غيرنا تدعى نبلو فريتنا أبسلاتنا والله نور يا جا صلاة زيا نور يا لبنا نويرنا قبرنا تنور لنا جزاوتنا تنورو. هذا النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. إذا لم نجد في الصلاة فيها نقص بلا شك. انت دعا كنعتم كلنا مجرد آتيخا عندنا كم تزقبرو غيركا عندنا السلام عليكم لك خطوات منم ديفرنس زي بالكا خطعتم كلها خطوات كلها إذا شجر اللو أب صلاتنا أنت كنقبر يقبعنا كنصعر يقبعنا. فإذا صليت صلاة لا تجد قلبك منتهيا من الفحشاء والمنكر فاعلم أنك لم تصلي إلا صلاة تبر بها ذمة فقط. نعم الله سبحانه وتعالى واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذا خير من الله مؤكد. إذا صلاة إذا سينتأيو قبح معنى قرات تخلك لك فحشاء وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حق أنيا صلاة مستخون مالتيو روح زولوا صلاة تدعى سجيرنا تنبلون تدعى فيتنا أو وقتا تدعى سجيرنا كي تهاكنا وضوء آدلو شروط آدلو واجبات آدلو ركن آدلو سنن آدلو طمئنان آدلو تي معنا آدلو تبملو أب صلاة زولون تدعى أب جيزؤون جماعة زقبؤو جماعان انت أسجينايو والله انت قبح معنا قرات تي صلاة انت تكلا خلنا يا بعلا. نعم. فإذا صليت صلاة لا تجد قلبك منتهيا من الفحشاء والمنكر فاعلم أنك لم تصلي إلا صلاة تبر بها ذمة فقط. كم نشاهد كثير من الناس يدخل في صلاته ويخرج منها كما هو ما يجد أثرا. وإذا من الله عليه يوما من الأيام وصار قلبه حاضرا واطمأن نعم وتمهل وتدبر ما يقول ويفعل خرج على خلاف ما دخل. نعم تدعى مجمع رئاتنا دوات أنا له حدا تدعى خوينا خلال له مالتي بسلاتنا خنصار يقبعنا يوم من الأيام يعني قلبك حاضر كينو زقلك اطمئنان غيرك خشوع غيرك انت دعى سجدك والله تشعر يعني صلاة انتايو اللو بلك حلاوة اللو خمزين تايد بحال مقرت اللو الصلاة والله تيوم صالحين تيوم زفولت ووت مقرت كانوا يعني ايش يتلذذون من هذه الصلاة يعني مناجاة الله سبحانه وتعالى. سلازي تطمئنان أهم شيء تخوب خارجنا عيتن وحلنا كمزي يعني سبحان الله حمام تلك
أنت أريكا شجر أنت لك نعم نويح صلاة نويح قراءة دلسل شو كان حركينه مش عذر هذا حن يعني معذورك بهالكال ولكن شبابك لخا نقعسو 9 دقيق كي دخمك نابت تبل قول كتو قلق تبل أبسلات كتمتسن كلها أنت نويح خال نمبر كندي أموني 5 دقيق و10 دقيق انت إيزي إلا قلبنا مسنقات أي قلبنا مسحممت راحيو اتخير زنوحنا نمبر نرينا سبات قوبوخو سقولو ديدخمو قعسو قصاوتو ديدخمو انستي قوايلاخ دقبرا قصع سعا ديدخمكن أبسلات كخونن كله أحتربا قلتفنابا تعبلابا زغلو انتايو لبخا حمام سلازلو تتقلقي خنبلو نخيل ويكا شجر سلازلنا الله سبحانه وتعالى ازي كنستخاخلو يقبع انت دا انا خمو عقل خجبر زي كيل انت دا خويني سلات كنوحن نخلو قچو زبلن انت دا خوينو ازي انتايو لبي حميم اللخو انتاي خجبر لني مسلبي كعريو وي كاسلحو وي دكتور كخونلو كتصعر كخيل لني المهم اتسالات اطمئنان روح زي بقولوا سالات انتايو كأنه انتايو خافتي تبرؤ زيما كافتي نعم مقطعتي او صاكا خون كافتي ليس قدسب نعم سلاد سجدكا اي تقطع الله تخون ولكن انت ادليا روح انت داس لدي بالله ات ايمانيات نور ابي هوت كاي تمصالكان يا سلازي الله اطمئنان زلو صلاه نسجد ان شاء الله كافت حدا ركن من اركان الصلاه اطمئنانيو نعم تحرب مقصال التشهد الأخير من أنكار الصلاة والدليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبرائيل وميكائيل والسلام على فلان وفلان وشاهد من هذا الحديث قوله قبل أن يفرض علينا التشهد إذن قدمي تشهد فرض مخان ويكا نبي عليه الصلاة والسلام قدمي ممهارم ابن مسعود ممهارم انت يبلوني رمسي سلام يخون نمن سلامتا الله سبحانه نعم السلام على الله من عباده سلام نتيوم باروت نربي سلام ملائكة نجبرائيل وميكائيل والسلام على فلان وفلان وفلان يلوم بشمهم دا تصوعوا أبسلاتهم كلهم يقبلون يرم ولكن التحيات مستفردة التحيات مستعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام قيدي فمو إزم البان سؤال فإن قال يرد علينا التشهد الأول فإنه من التشهد ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السهو وهذا حكم الواجبات أفلا يكون التشهد الأخير مثله نعم حجن تايلنا نيرنا تركن أبركننا لنا حجي تشهد الأول إذا كانت الصلاة ذو الثلاث أو الرباعي 3 دلو ركعات ويك 4 دلو ركعات تي أنا مجمر يتشهد هي انتهى على خلاف أهل العلم قال واجب مشهور على الأقوال واجبة ولكن التشهد الأخير ركنيا نمنتاي دا أخلتي أن حادن كل واسي نمنتاي دا أنا مجمريا انتاي كوينا واجب كينا نمج الرشار ركن خينا زبل انتاي حدتون تدا مجيو انتاي ملسيلوم لا لأن الأصل أن التشهدين كليهما ففرض خرج التشهد الأول بسنة حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو فيبقى التشهد الآخر على فرضيته ركنا حجي تي كلتين ركنين واجب سي ركن مور ذان واجب انديو سلازي النبي عليه الصلاة والسلام مسر السعوة ناي التشهد الأول انتاجي رمى جبروها ويكا استخاخي لما بسجود السهو جرم الساسل حج حديث زلنا سلد استخاخلت سجود السهو سلزقبرو اتيا
تشهد الأخير جن أنت كم زلاتو أتبل كم زلاتو النبي عليه الصلاة والسلام بسجود السهو سلدي استخاخلوا سلدي ترخبه سلذي الركن كينا أتبل مالتي أتبل سلذي يعني مجرشة التشهد أنت ركنيا مجرشة التشهد وركنيا على كل التشهد كابز بلنا زيا أو نقول له بمناسبة تي بمناسبة ناي تشهد بزح جيزي أبزي السوشيال ميديا درئي وي زمت التحياتو النبي عليه الصلاة والسلام سين معراج مسكودو الله سبحانه وتعالى بسدرة المنتهى مسكونو قوفي لهم بحار تقوابي لهم الله سبحانه وتعالى نمنقو النبي عليه الصلاة والسلام القصة إلى آخره مشهور كم زنريون نسمع عندنا بزح جيزي زي حتى أب سوشيال ميديا زورد بترجم بتقرنيا يخون بعربي يخون بإنجليش يخون زي تحاجتهم علماء انتايبلو بزعبازي انسيدنت زي هل تشهد يعني تي conversation between الله سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام أب سماي زتقبر ديو أيكونن زي الحتو تحاجتهم اسكن رأيو يقولون أهل العلم التشهد حصلت في معراج نبينا صلى الله عليه وسلم لا أصل له في شرع إذي نقرأ لنا بسوشيال ميديا بعال فيسبوك يكون بعال كال واتساب يكون إذي معراج كيدوم نبي عليه الصلاة والسلام التحيات زبولو أب شرع لا أصل له ولا حدا كترخبوا له زي تخيل منشي ولا حنتي قبول ديك هنا تاريخي مالتي والسلام لا أصل له في الشرع. سئل علماء لجنة الدائمة علماء سعوديات حاجتهم انتايلهم من لسهم هل تشهد الذي تقرأه في الصلاة هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند سدرة المنتهى في المعراج؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام زي تشهد نقبر اللوسي أم معراج خوفي لهم زي قرؤوا وديهم زي معراج زي ماتس انسيدنت ديو إلهم تحاتيتهم انتايلهم من لسهم فأجابوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كف بين كفيه كما يعلمني سورة من سورة القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه الجماعة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. لذي التحيات زي مسمع راج منهم دراخبنا قريلا ابن مسعود كمتي قرآن زعل منازن وبرو نبي عليه الصلاة والسلام أبسلاتكم قوف مسبلكم التحيات إلكم قرؤوا إلهم علموا مني يبلالو ابن مسعود رضي الله عنه إذا أصح حديث زمات حديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. سلازي زي قصة زي زورد له أحواتي منهم دراخب نقر يبلون لا أصل له تأصل انتايو. نعم نبي عليه الصلاة والسلام علمهم كم زبل أبسلات كاللخا that's it كالي زيادة زلو ونقر يلن إزق إسازين تأيو لا أصل له. نعم. وفي عنده قوله على عباد الله صالح فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. نمن تايسي انتاي بلون يرم قدمي تحياته مشرعة كم زرعنا السلام على الله السلام على عباد الله صالح الصلاة على جبرائيل وميكائيل وإلهم يبلون يرم صحابة مش ولكن وعلى عباد الله الصالحين انتدأ لكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. على عباد الله الصالحين انتدأ لنا أبد تحياته فلان مبالا يدليناني ويكا الملائكة قنبل أي قبعنان ويكا مريز ولو لا عباد الله الصالحين انتدأ لكم السخاتكم انتاي انكلودد غيركم مالكم ويكا جميعكم مالكم مونغو سماي صالحين زلو ملائكة أم مريض زلو صالحين وعلى عباد الله الصالحين انت دائلكم كله
مليكم أو included غيركم مالكم إذا انت يرئينا له نبي عليه الصلاة والسلام يعلموا يمدلوني ابن مسعود مبر زمات قصة أب معراج انتأيو لا أصل له. ولأحمد من حديث أبي عبيدة ابن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله وذكر قال الترمذي حديث ابن مسعود أصح حديث في تشهد ولعل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال أبو بكر البزار هو أصح الحديث في التشهد. قال وقد روي عن نيف 20 طريقا وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة. أصح الحديث متى التحيات لله حديث ابن مسعود يبلو له علماء. وبهذا تعلم أن هذه الصفة هي أصح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه صلى الله عليه وسلم أتى بتشهد وهو ساجد عند سدرة المنتهى ليلة المعراج فلا نعلم له ولسجود في ذلك مكان ليلة المعراج أصلا. زيني معراج زخون قصة أصل يبلون تاريخ باطل زخونة حادة زخونة مرجع يبلون يبلو شيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن قديان الشيخ عبد الله بن قعود أزيهم كلهم اللجنة الدائمة زفرموا لفتوى. وبذلك يتبين أنه لا يشرع نشر مثل هذه الرسائل لزي أحوات أحد كم زعينت كيك فلتكا مجمريا تأكين فلتا أنا كيف فلتكو حد نجر أكشن يجبر بارك الله فيكم زيت فلتو نجر وي قدعات كتمسيخا وي تقمن لو تقمنتو لو فلتو فلت كان تجبر كايو ما شاء الله انت دا كيف فلتكا غير كايو جن كاب تقمو قدعاتو سلاد فلت مجمريا فلت مجمريا نفلت تحراي انت دا أخير كينو انتين نقبره ننشره سلازي. وبذلك تبين أنه لا يشرع نشر مثل هذه الرسائل التي لم يثبت مدونها ثابت زي كونه ريفرنس زي بلو تغكل زي كونه صحيح زي كونه نجارات ترانزليت تقبره وي كتبات أصحو وي كتنشره وي خير اسخا خير اندي خاد اللي خاد لها جن ات خير باب لو ات بابنا تو علمي اهل العلم حاتيتك على اهل العلم زبلور إخا انت قبرنا وزحاشة إمو سلازم تهيبلو له أو احتوت على البدعة من بدع الاعتقاد أو العمل بل لا ينبغي للمرء أن يقدم على نشر شيء إلا بعد تأكد من ثبوته وصحته. سلازي كي تأكدنا صحيح مخانو كبدعة زوته تي حديثو صحيح زخانه باطل زي كونه أصل زي كونه رئينا السنتين نقبره شرح نقبر. سلازي تي التحيات وأبو كلا انتايو عن حفص ابن عاصم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم. كل زرعنا يوم لقنا ريبلاي كنقبرو ويكا شير كنقبرو أي قبأني شير زرع خايو بوستز تقبري شير أي نقبرو حتى إذا نجرزي تغكليو إذا نجرزي فلتوي تعلمي تقوم له وحاتيت كاتخيل انت دافونكا تي ويكا تي زمت منشي كاب تغكل انت دافوينو الحمد لله انتايو خير زلو إيمو نشر خنقبر انتاي مطلوبيو. أما جنا كيف لتنا كاب حالنا بحالنا من قبل أبتي ناي بدع يكون ويكا جيجا زخوني اشتراك سلنقبر زلنا أحواتي هنا حات نتنقق سلازي إذا التحيات وزي زمتي أب معراج زبل قصة لا أصل له يقولون أنا ديكونكو علماء لجنة الدائمة حاتيتهم زمر لسوحتو كشيخ عبد العزيز بن باز كم زي زنباب كلكم كم زرعنايو زمر لسو ملسي أمو
إن شاء الله كابزنا قرات الزين تهنقبر يقبعنا كن رحق يقبعنا حدا جيزة تقيس سادسي تبلكا تعلمهم ابن مسعود علمهم تدع تبهيلك خلاص وسدا النبي عليه الصلاة والسلام علمهم ملكا ودى آيام أما تي نفوسنا جن خالق حد فوتو غينو لا تدليو شهواناتنا التحسبانا دزب لنا أبدينا يسرحني تدين تسرح انتايو هل النبي عليه الصلاة والسلام صحيح إلى مريم أي بلون غير مريم أي قبرون إقرار غير مريم أي قبرون زين كن ملسن كن خلال لنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إن شاء الله نايلو من درسنا أبزي إن شاء الله تكون بلنا نزقل تصل إن شاء الله تي أركان الصلاة قال واجبات سنن اقترفنايو صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا ويزيدنا علما صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.